يوه، الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش هعرف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير، طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم، فرجت عربيتي. العربية دي حضارات مليانة انبهارات ومفاجآت. أول انبهار الفتيس ده فيه 4 سرعات. أول، تاني، تالت، رابع، مرشدين. بسم الله ما شاء الله، رائعة ومبهرة فعلا. ناخد الانبهار التاني، الخطين دول يا حضرات مش زينة. أنت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط أبيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط أبيض، الخطين دول بيحددوا لك الطريق. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. أولاً أنا بكلم إخواتي طبعاً. العربية دي يا جماعة أول مرة ينزل فيها ولاعة جوه التابلو. بص حد هيسألني من حضراتكم بقى، افرض أنا ما بدخنش. انا فعلا كنت لسه هسألك نفس السؤال. وأنا تلميذ، أنا بحس بسهولة. نفترض في يوم من الأيام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربية وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ دخل يا معلم. خد الأخيرة دي بقى. عندك العربية يا ريس، احنا خلاص خدنا العربية، ممكن بس نقعد جوه ونجربها كده؟ براحتك، خد راحتك. اذنك. ولع مكانها والنبي الله. ركبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجأة بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على المراية اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه المراية هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده؟ ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو. مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو. انا هجرب. ها براحتك. خد يلا. يا جماعة ما كانش ليها أي لازمة يعني نصرف بقية ال 20 جنيه كلها على الهدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت، العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا، ويوم ما هنتزنق هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير، ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جوز اغبياء، انتوا الاتنين جوز اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمنكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟ بهير يا حبيبي، احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت ترمس. سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا نطلع لابونا هو اللي يحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيقك ويقبلك في السبعينات؟ انت مجنون يا شهير. استنوا، افتكرت حاجه مهمه جدا. ايه؟ التاريخ اللي شفناه في الجورنال ده هو نفس التاريخ اللي مامي كسبت فيه هوانم جاردن سيتي. طب كانت في المسلسل؟ لا، هوانم جاردن سيتي دي كانت مسابقه بتتعمل زمان في جاردن سيتي، البنات العائلات الكبيره يعني اللي هي مامي منهم طبعا. المهم اللي حصل في المسابقه دي انا حافظه صم. مامي كانت مصدعاني بالحكايه دي، بتحكيها لي كل يوم 9 مرات. يلا يا سمير اطلع بينا على جاردن سيتي. لا يا معلم، جاردن سيتي ايه دلوقتي؟ بيقول لك في ماتش اهلي وزمالك النهارده، عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان كوبري اكتوبر هيبقى زحمه ترس، وانا مش هبهدل العربيه في الزحمه. يا حبيبي ولا في زحمه ولا في كوبري اكتوبر اصلا. بقول لكم ايه، انا ابويا وامي اتقابلوا برضه يوم الماتش ده، كان ابويا يومها عنده استعراض في مطار الماظه. اطلع على مطار الماظه يا سمير. لا جاردن سيتي الاول. مطار الماظه الاول يا سمير. بس خلاص بقى دلوقتي. تعالى يا سمير، ودينا يا سمير، وصلنا يا سمير. مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريمو. اسمعني يالا انت وهو، سمير بتاع زمان خلاص مات. سمير بتاع دلوقتي هو اللي معاه العربيه، يعني هو اللي معاه الفلوس، والعربيه دي مش هتتحرك من هنا من غير اذننا. بس